السكر الزيادة على أجمل إخوات. هنعمل النهاردة بسيمة بطريقة جميلة ومبسطة. هننزل بنص كوباية من الزبدة ونص كوباية من السكر البودر. وبعد كده بيضايه، ولما مسكت البيضه طبعا غسلت ايدي. ادي البيضه، وبعد كده فانيليا، وبعد كده نص كوبايه لبن. هنمشي على التكنيك صح عشان تطلع بسيمة ناجحة ومن أول مرة كمان. هنيجي للمكونات الأساسية بتاعتنا. هناخد نص كوباية من الدقيق، نص كوباية دقيق، نص كوباية دقيق، وبعد كده كوبايتين من الجوز الهند، معلقة صغيرة بيكنج باودر. يبقى عملنا ايه في المكونات الجافه؟ نص كوبايه من الدقيق، كوبايتين كبار جوز الهند، وبعد كده معلقه بيكنج باودر، ونص كوبايه سومولينا، وبعد كده ذره ملح صغنطوطه قوي. نقلب كله مع بعض. وبعد كده هننزل على الخليط كله. دهنت الصينية من السمنة. هننزل بالخليط كله. ريحتها خطيرة من الجوز الهند. هنعمل نقشة او ممكن عشوائي حسب الوقت بتاعنا. خليها عشوائي احسن، مش فاضيين احنا نقعد ننقش. تتاكل هتتاكل. ده فول سوداني. غمضوا عينيكوا، هيبقى لوز مقشر. شايفين الجمال ده؟ على درجة حرارة 180 درجة، وهي خارجة من الفرن سخنة. الشربات بارد. حطي كده. ده عود قرفة في الشربات، عود قرفة خشب. اجمل بسيمة شفتوها وسهلة. دي البسيمة بعد ما خرجت من الفرن وحطينا الشربات بالشكل الجميل ده. جربوا الوصفة ومش هتندموا. اوعوا تنسوا اللايك والشير والاشتراك في القناة. اشوفكم كل خير. جود باي.